عارف ليه بتضيع وقت ومش عارف تبدأ في الحاجات اللي مأجلها؟ المماطلة أو المرقعة هي تأجيل حاجات مهمة قد تكون مصيرية لسبب مش مفهوم. عندك مذاكرة، مسؤولية، شغل، امتحان معين، لكن بتلاقي نفسك بتهرب، تمسك التليفون، بتعمل أكل، بتروق الدنيا، تكلم حد، 5 دقايق وابدأ، الساعة تيجي 5 بالظبط وهكمل، بس ده ما بيحصلش. وما تخافش، انت مش لوحدك. مخك لما بيبقى عندك حاجة مهمة ومصيرية بيبدأ يتعامل معاها على انها خطر، وهنا المخ حرفيا بيتشقلب، بيعمل حالة طوارئ بسبب احساسك انك فاشل وبتضيع مستقبلك وبتأجل، وندم بقى لبكرة على كل حاجة كان نفسك تبدأ فيها واتأخرت. ويجي السؤال الدائم، هو أنا مش لو كنت بدأت بدري كان زماني في حتة تانية؟ وبعد كده مخك بيلهيك إنك تعمل حاجة تديك شوية هدوء عشان يلحقك، تمسك التليفون، تسكرول على السوشيال ميديا، تدخل تشوف لك فيديو على اليوتيوب للدحيح باعتباره حاجة مفيدة، تاكل أي حاجة من التلاجة، تنزل تتمشى، المهم تهدي نفسك ونلف في نفس الدايرة. طب الحل؟ غالبا سمعت ده كتير، بس فعلا محتاج إنك تقعد وتبدأ وتدرك إن دي مش مشكلتك لوحدك، لكن فعلا حلها في أصعب وأبسط خطوة، وهي إنك تبدأ في الحاجة. والحل التاني انك تعملي فولو، عشان هقولكوا كل يوم خطوات عملية عشان نحل المشكلة دي. وده اليوم الرابع اللي بشارككم فيه في رحلة بعمل فيها مشروع بحلم بيه، بشارككم أخطائي ودروس بتعلمها وكلفتني كتير.